لايف الالكتروني استاذ متعب. اهلا وسهلا، مساك الله حياك الله. بالخير استاذ مصعب واستاذ عبد الرحمن والساده المشاهدين. حياك الله استاذ متعب. سلطان رئيس تحرير جريده لايف الالكترونيه، اكيد طبعا هناك عناوين وايضا مانشيتات كتبتوها في جريده اليوم، ايش ابرز العناوين اللي برزت يعني في هذا الصباح؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. المباريات اليوم يعني بالنسبه للمباراه المباراه اللي تهمني طبعا مع شخصيا مباراه النصر والاتحاد، مباراه تتعدى 3 نقاط. بس هي المباراه ايضا يعني خلينا نذكر الجماهير ان كلاسيكو هذه يعني هي المباراه هذه بعيد عن الحسابات. هي انا جايك معك في الكلام. هي بالاساس مباراه تتعدى 3 نقاط، ولكنها كلاسيكو مباراه للمتعه فريقين كبار عالمي ومونديالي، وفعلا الكثير ينتظر منهم الاداء المميز وابراز المتعه. بالنسبه للمباريات الثانيه انا اتوقع من وجهه نظري المتواضعه ان هناك مفاجات في مباريات اليوم. الشباب والانصار، الاهلي والرائد والاهلي. وانا يعني من وجهه نظري الرائد اليوم راح يقول كلمته، وان شاء الله ان المباريات دوري ننتظر الحسم الى مبدا. حلو. طيب يعني اذا قلت المفاجآت، فالمفاجآت يعني اليوم هزيمه الشباب من الانصار، وهزيمه الاهلي من الرائد، وهزيمه الهلال من نجران. هذه المفاجآت اللي راح اصلا ما تحسم الدوري الا في اخر لقاء. فيعني من جد اذا كنا نتكلم عن مفاجاه فهذه المفاجاه. لا بالنسبه للهلال هل تتوقع راح تحصل يعني راح تحصل اليوم ولا ما راح تحصل هذه المفاجآت؟ شوف في عالم الكره المستديره يعني الكره فيها مفاجآت كثيره، هل تتوقع اليوم مفاجاه راح تكون على 3 مباريات ولا يمكن تنحصر على مباراه واحده؟ اكيد عالم الكره ما فيها شيء اسمه مستحيل. بالنسبه للهلال انا استبعد الهلال من المفاجآت واستبعده من الدوري كذلك، لان المفاجاه انا من وجهه نظري الشخصيه المفاجاه راح تكون الرائد. انا مباراه الرائد والاهلي. طيب لا عاد كذا بتفجع جماهير الاهلي. والله بالعكس، انا النادي الاهلي وجماهيره وادارته بالعكس انا احترمهم احترام كبير جدا، واكيد نكون لهم كل ولكن الاهلي في الموسم هذا الاهلي غير، وكذلك الاهلي يعني خدمته الظروف كثيره. حلو. وانا بس ودي اعلق على مباراه النصر والاتحاد. انا صراحه اتمناها من كل قلبي، اتمناها المباراه نصراويه، ولكن اتوقعها اتحاديه لسبب من الجانب الفني. النصر يعاني من غيابات فنيه كثيره، وايضا من الجانب الاتحادي يعاني الاتحاد من غيابات. في عوده ممكن سعود كريري في الاتحاد، عوده كذا لاعب. يعني الاتحاد عند البديل الجاهز، الاتحاد غيابات ممكن، بس يعني خط الدفاع ما قابل اسامه المولد فقط. صحيح، يعني ممكن يلعب على ارضه بيكون اريحيه كثير. اكيد النصر غياباته في المنطقه الخلف، المنطقه الدفاعيه. الكابتن حسين عبد الغني، الكابتن محمد عيد اليوم تاكد غيابه بشكل رسمي. انا ذكرت الخبر هذا في موقع الشخصي بتويتر. يعني واحمد عباس الاصابه، بوغاش، يعني غيابات كثيره. طيب. واليوم هي اثبات للاعبين الاولمبيين، واتمنى من الجماهير النصراويه ان يعني لا تحكم على هذه المباراه بالذات. طيب استاذ متعب، انت كرئيس تحرير صحيفه تابعت الموسم من البدايه، اكيد كان في مقالات صحفيه، في ردود فعل عندكم، وجهه نظرك للدوري الموسم هذا بشكل عام قبل نهايته؟ يعني احنا في الجوله 25، الجوله الاقوى، الجوله اللي فيها مباريات تحديد المسارات، كيف تشوف الدوري؟ الدوري مولع صراحه، من وجهه نظري انا الدوري هذا افضل من الدوري الموسم اللي راح. ايه الدوري، وحتى قبل الماضي يعني كان الهلال طاير بالفارق النقطي الموسم قبل الماضي. الموسم الماضي صراحه وانا ذكرت الموضوع هذا في كذا برنامج، الموسم الماضي يعني موسم مستواه مضاعف الزود. الموسم السنه دي اللي يدلك على قوه الموسم هذا الى الجوله 25 ما حسم الدوري. صحيح. طيب هذا يدل على قوه الدوري. طيب في ظل قوه الدوري في غياب منافسه الاتحاد والنصر، كيف تشوفها كنصراوي؟ والله هذا فاقدين عامل اثاره. كيف؟ فاقدين عامل اثاره. تقريبا اكيد الاتحاد والنصر يعني لهم ثقلهم ولهم جماهيريتهم ولهم اسمهم كممثلين الانديه السعوديه عالميا. هذا اللي اكيد بيكون لهم تاثير، شيء طبيعي. 7 مباريات، باخذ معك توقع 3 مباريات وخلي 4 المصعب. الشباب والانصار كيف تتوقعها؟ الشباب والانصار، الشباب 3-0. الاتفاق والفيصلي. الاتفاق والفيصلي 2-1 الاتفاق. نجران والهلال.
3-1 الهلال. يبقى المصعب الاتحاد والرايد. الاتحاد والنصر. الاتحاد والنصر، أتمناها نصراوية وأتوقعها اتحادية 3-1. طيب الرائد والأهلي؟ الرائد والأهلي 2-1 للرائد. 2-1 للرائد. طيب القادسية هجر؟ سلبية. الفتح والتعاون؟ الفتح 2-1. 2-1 للفتح. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا أستاذ متعب، رئيس تحرير صحيفة لايف.